ديمبلي. ما ميرسي بوكو. هتكلم بالعربي عشان مش بعرف اتكلم فرنساوي. انا ما كنتش بعرف العب زمان، كانوا بيكهربوني عشان اتعلم اركز، بس فشلوا عشان كنت براوغ الكهرباء. مع الوقت وتحت قيادة السير لويس انريكي قدرت اراوغ الاصابات اكتر وادي نفسي حقها، وبحب اشكره عشان هو اللي اداني الفرصة استخدم رجلي اليمين مع الشمال. بشكر صحابي على القهوة، بشكر ليونيل ميسي عشان ما رننيش علقة لما ضيعت مرتد على ليفربول. بس اكتر حاجة مؤثرة في الموضوع هي مناخير يامال، تحسها بندقية بروحية. شكرا وفاموس. اهينا كافينيسيوس. ديمبلي هنا يمين. بص ديمبلي هنا. بص مين يا ديمبلي ابتسامة هنا يا حبيبي، ابتسامة هنا. جامد الديمبلي. يا ابني ايه اللي جابك يا ابني؟ ما حدش فيكم هياخد ستوري انستجرام حتى، ده انا لسه شاري البدله. يا عم انت اسود والبدله سودا مش هتبان في الصوره. يا عم انت ايه اللي جابك يا عم؟ رجعوا ديمبلي يا عم. ده انا هاتوا حته فرخه بلدي نصورها صورتين احسن من الواد ده. بقيت كده ماشي والله العظيم ليكوا يوم. انت بتعرف بالله ازاي انت بسيح يالا؟ قالوا عليا والله العظيم ناخد الكره الذهبيه 17 مره. اما ما تزعلش نفسك، ده كله في الفاضي. انا مش فاهم اعمل ايه تاني اكتر من كده يا ابني. انا كنت بنافس الناس اللي انتوا واخدينهم قدوه. واحد منهم كان ينزل يجيب 17 مساهمه في الشوط الاول في اول ماتش، يوصل لك 90 جون في موسم واحد. ده غير الجوائز الجماعيه والفرديه، وفي الاخر خدت على عيني. كريستيانو وميسي كانوا معنطزين الجو على الاخر وكنت بسد قصادهم، بس انا هرشت حوار الكوره ده من بدري. اما رونالدو وميسي ركابهم بتزايا ولسه مقدين يعني وبيلعبوا، ده انت حتى لسه في تلاتيناتك. لا فكك من جو الارث الكروي والكلام ده. اي نعم كان نفسي يرجع بيها الزمن، بس لما لقيت مفيش فايده خدتها من قصرها وبقيت اغوص. تغوص ازاي؟ يعني عادي يديني كتف اقوم طاير، اخبط دماغي في عمود، اعمل كاتنج، المهم اتصاب. كل فتره في الاصابه اما اروح اشجع في الملعب او اصور شاشه التلفزيون واكتب فاموس. قال يعني لولا الاصابه لاحتليت العالم لاجل فريقي والحاجات دي يعني. تنتخ الراتب يوصل لحد عندك. طب ما الاعلاميين هيمسكوني يهزقوني كده والبالونه المنفوخه وبتاع، وانت عارف يعني انا بقى كبير. بصراحه بقك كبير يعني. خف تصريحات شويه، خليك محترم، خلي تصريحاتك موجزه ومعبره. اما انت طبعا كونك لعيب كبير هتنتهز الفرصه وهتنهال عليك اعلانات بمبالغ مش معقوله. هتنزل كل فتره اصابه اعلانين 3 تعيش عليهم. بس انا ما بعرفش اعمل اعلانات. بس كده يا عم، دي سهله موت. اهو بص. ناس كتير بتسأل ازاي بعرف اعمل اصوات لشخصيات كتيرة ومختلفة، وحابين يبدأوا هم كمان يعملوا فيديوهات قصصية، كومنتري او محتوى بشكل عام. مش لازم يكون عندك الموهبة عشان ايزاس مسهلين لك الموضوع. ايزاس هو سوفت وير متكامل لتغيير الاصوات، من اول شخصيات كروية مشهورة زي كريستيانو رونالدو أو دونالد ترامب أو حتى جوست فيس أو رينا من لعبة فالورنت أو حتى ريز. تقدر تعدل في نبرة الصوت ومؤثرات كتير مختلفة، زي انك تكون على الشط او في المدينة على حسب تفضيلك الشخصي والموقف اللي هتستعمله بيه. مش بس هيكون مفيد لصناعة المحتوى، حيث انك تقدر تربطه على برنامج OBS ويشتغل في الاستريمات او فويس شات الالعاب وديسكورد. كل اللي هتعمله انك تغير الانبوت ديفايس لساوند ويف بدل المايك اللي انت بتستخدمه، وهتختار الصوت اللي حابب تتكلم بيه. السوفت وير بيتوفر بنسختين، نسخه مجانيه هتكون فيها اصوات كافيه للاستخدام الاساسي، اما النسخه المدفوعه فيها شخصيات اللي انا ذكرتها وشخصيات كتير لا نهائيه وبتتحدث بشكل دوري. هتلاقي لينك تحميل السوفت وير في الديسكربشن. وشكرا ايزس على دعمهم لهذا المحتوى. طب والتمارين؟ ما النادي كده هيبيعني. لا، ما انت تلتزم بالتمرين عادي، وتيجي بعد ما تبقى كويس يعني هتروح تتمرن تتغشم حبتين، هتقوم مصاب تاني. بس خلي بالك، عايزك توزنها. لازم تتصاب بالقدر الكافي اللي يخليك تقدر تغيب على الاقل 6 شهور وتعرف تتبسط بقى في 6 شهور وتحرك وتيجي. نفس الوقت ما تكونش اصابه خفيفه لدرجه ان فليك يترجم ان انت بتتعاول. طب افرض جات لي اصابه جامده وما قدرتش اكمل لعب، انت عايز تضيع مستقبلي يا ادوى؟ يا ابني ما انت هتكون عملت لك اسم في الكره العالميه. هيقوم نوادي كتير تعرض عليك فلوس بالعبيط. خد اكبر صفقه. نوادي كتير قوي تتمنى تبقى معاها العظيم الزنديق لامين يامال. العب ماتشين 3 في الديبيوت بتاعك يا عم موسم، انت لسه صغير. وبعدها في التمرين اتصاب، هتنزل بقى انك زعلان ومقهور وفاموس وموتشاس جراسياس لكل اللي وقفوا معايا، وقلبين في الاخر الوانهم تكون نفس لون اللوجو بتاع الفريق اللي انت فيه. ماتشات الفريق على التلفزيون في الاستوري كل اسبوع فاموس، تتصور بالتيشيرت وانت عامل الاحتفاليه بتاعتك، وهكذا. ناس قربت تنسى ان انا لعيب
الكوره. انت لو خدت الستوريز بتاعتي هتلاقي يا اما انا متصور بتشيرت وفاموس كل فتره بس عشان افكرهم ان انا ايه يا جدعان، لا ده انا مش مستمتع، ده انا نفسي العب كوره بس والله العمر لا يرحم. طب واخرتها ايه كده؟ ما انا قدامك اهو، باكل اي اكل، مقضيها مع عيلتي، بلعب في دوري شوارع، والفانز على تيك توك قاريني ايديتس بتاع على الكام موسم جميل اللي عشته. اسوأ حاجه هتحصل لك نادي في دوري مش قد كده يبعتوا لك صفقه مجنونه عشان تجيب شهرتك معاك للدوري، فالناس تتفرج في الدوري فتعتزل انت في البلد ديكي وفي الدوري دي، وهتتظبط اخر تظبيط، ده مش بعيد يدوك البلد كلها باسمك يعني. انزل العب ماتش حلو في الاول وتمشى في باقي الماتشات، عرضيه لب هنا، باصه من هنا، كوبري هنا، وهتلاقي التيك توكس بتهبل عليك. احلى مرتب، احلى عيشه، اقل مجهود. شوف القدوه داني الفيش وصل قمه الشهره بتاعته ورايت باك مجنون جدا مجنون جدا، اتسجن. شوف رونالدينهو القدوه بقى تختوخ فيك باسبور، ما بيروحش، بيحتفل سكير. رونالدو الظاهره حامل، بوكهام خدها من اولها وبقى عارف بوكسرات وخلص الدنيا من الاول. سلام عليكم، فاموس. طب استنى بس، افترض انا اصلا ما عرفتش افيك اصابه. في الحاله دي انت تشوف لك نتايه. نمار حبيبي بصلي كويس. يا ابني انت اشهر حد على الكوكب دلوقتي، لو بسبست لاي حد هيجري وراك. اللي بيعمل فويس اوفر على الحلقه ديت ليا وليك، لو خليته الاختيار ال17 انه يخسر شراباتك هيكون مبسوط جدا. شوف بنت حلوه ادخل لها ولا بس كده، يعني دايما بتنفع معايا. طيب ايه الهدف من ده؟ مش فاهم. حلو السؤال ده، جميل قوي. في الجون اعمل كده بكره هتعرف اجابته اول ما تنفذ كلامي. اصل خلاص بقى تختنيت واشتغلت ما فيه الكفايه. ابوك اختنى وفجر، مش عارف ابوك عبيط بس زي ابويا بالظبط، بس فكك منه، ده ارميه في دار عجز. اخوك الصغير يبقى له قدوه وانت عملتها في سن صغير. امامك سنين كتير قوي من الاستمتاع، فلوس، شهره، انتخه، نسوان. امال فين لامين يا رجاله؟ معلش يا كوتش، معلش يا كوتش، انا مش شايف. هريح ماتشين، هريح ماتشين، ماتشين يا كوتش. يلا يا شباب، فاموس بارسا، هنكسر مدريد. جايلك اهو يا بيبي.